أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أما بعد، أيها المشاهد الكريم، أيتها المشاهدة الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من جديد في حلقتكم خواطر تاريخية. إذا أردت أن تعرف وتعي وتدرك المعنى الحقيقي للانتصار على النفس، فما عليك إلا بمطالعة سيرة الصحابي الجليل علي بن أبي طالب، وأعظم به من صحابي هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الشجاع الورع التقي، الذي كان فارسا باللسان في أشعاره، وكان في ساحات الوغى فارسا بالسنان. الإمام علي يا إخواني أعجوبة، هذا الإمام الذي جمع بين التقدم في الحروب وأيضا التقدم في صف العبادة، فكان صواما قواما. وسأطلعكم على جانب يسير من شجاعته وفصاحته، وهو الذي علمنا بأن الحر الحقيقي هو الذي يتخلص من قيود هذه النفس الأمارة بالسوء التي تردي الإنسان إلى مهاوي المهالك. أما الإنسان العبد هو الذي يخضع إلى سلطة هذه النفس دون أن يروضها ويزكيها وينقحها، كما قال البوصيري: وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعلم كيد الخصم والحكم. كتب التاريخ يا إخواني سجلت لنا كيف انتصر الإمام علي على أحد أبطال قريش في معركة الخندق في غزوة الأحزاب، هذا الذي اخترق ذلك الخندق مع عكرمة ابن أبي جهل الذي أسلم فيما بعد. بدأ ينادي: أين ناركم وجنتكم؟ فتقدم له الإمام علي وهو صغير في السن وصغير في البنية، فمنعه النبي في أول الأمر، ثم سمح له النبي بالتقدم، وهزم عمرو بن عبد ود شعريا قبل أن يهزمه بالسيف، وقال له: لا تعجلن فقد أتاك مجيب دعوتك غير عاجز، بنية وبصيرة والصبر منجاة لفائز، وإني لأرجو أن أقيم عليك نائحة العجائز، بضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز. هذا الإمام علي، وكتب التاريخ سجلت لنا انتصاره على مرحب ابن أبي مرحب عند حصار النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. وخرج مرحب ابن أبي مرحب قائلا ومتفاخرا: قد علمت خيبر أني مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب، إذا أقبلت الحروب تلهب. فخرج له الإمام علي قائلا: أنا الذي سمتني أمي حيدر، كليث غابات كريه المنظر، أكيلهم بالسيف كيل السندر. فاستطاع بضربة النجلاء منه أن ينتصر على مرحب ابن أبي مرحب. والإمام علي هو الذي عندما سرق منه يهودي في السلم درعه الخاص به، ولم تكن للإمام علي بينة على ذلك اليهودي، سمح في درعه، وحكم القاضي لذلك اليهودي، فأعجب ذلك اليهودي بحضارة الإسلام. هذا هو الجانب المشرق في حضارة الإسلام. فأجدادنا وساداتنا من الصحابة رضوان الله عليهم هم من نقلوا لنا هذا الدين نقلوه لنا على طبق من ذهب، ونقلوه لنا بأمانة، وواجبنا تجاه هؤلاء الرجال أن نحترمهم وأن نتدارس سيرهم لنقتبس من آثارهم وأنوارهم. وأختم لكم بمقولة الإمام علي لأحد الطلبة، حيث كان باب مدينة العلم رضي الله عنه، كان عالما، كان العلم يتدفق منه،
وكان أعلم الناس آنذاك باللغة العربية وأشعارها، بل كان يقول كلاما يعجز فصحاء العرب عن فهمه، حيث خاطب أحد الطلبة قائلا: ألزق روانفك بالجبوب، وخذ المزبرة بشناترك، واجعل حنظرتيك إلى قيهلي، لكي لا أنغي نغوة إلا وأودعتها في لمطة جلجلانك. ألزق روانفك بالجبوب أي ضع رجليك على الأرض، واجعل حنظرتيك إلى قيهلي أي اجعل رأسك إلى فمي، أو اجعل أذنك إلى فمي، لكي لا أنغي نغوة، لكي لا أتكلم كلمة إلا أودعتها في لمطة جلجلانك، إلا أودعتها في رأسك. هذا هو تفسير المبسط لهذه الجملة للإمام علي. وما أدراكم الإمام علي وكل الصحابة الذين نصروا هذا الدين بحق. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنتكلم عن خاطرة تاريخية أخرى. بارك الله فيكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.